اللحظة الجميلة والحاسمة. الله يخليك. بقول لك يا أستاذ نزار، هو أثير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي، يمكن لخطأ منا في تركيب اللحن. احنا ادينا امبريشن انه في ابيات مكسورة، ففي واحد كتب وانا رديت عليه، لانه مثلا في حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، والقصر كبير يا ولدي وكلاب تحرسه وجنود، من حاول ان يدخل حجرتها مفقود. احنا شلنا كل الحاجات دي وخليناها في الاخر، يعني من حاول يدخل حجرتها، من حاول ركض طائرها يا ولدي مفقود مفقود. والله الحقيقة أن القصيدة زي ما بتعرف أنت تعرضت إلى كثير من الشغل. يعني وقت أرسلتها إلي كان عام 1973. نعم. بعدين طلعت بعام 1976 واشتغلنا بالتليفونات بين القاهرة ودبي وشخصيا، ويعني اشتغلنا على القصيدة. فما وقع فيها من أخطاء لا شك هو ناتج عن هاللعبة اللي أنتوا لعبتوا بالقصيدة لدوافع موسيقية. وأنا احترمت رغباتكم، لكن أنا بعتقد أن القصيدة كما كانت بالأصل، وقلت لك يا على التليفون هذا الكلام من دبي. قلت لك يا أستاذ عبد الحليم أنا أخشى أنه القصيدة عم تخسر من تشكيلها الأولي، من بنيتها الأولية. أنا قلت لك بتعرف إنه أنت بتعرف كفنان إنه القصيدة هي الدفقة الأولى دائما، كما أن اللحن فكل عمل صناعي يأتي عليه في الأخير لأي سبب، يعني سبب فني أو سبب تلحيني. يعني أنا كنت ضد التغيير، لكن ما قدرت. رغباتك كانت رغبات الموجي من جهة أخرى. طب يعني هو ده الحقيقة زي ما حضرتك بتقول، لأنه إحنا كمان بنتعرض للجان هنا زي ما أنت عارف، وبنتعرض للجان بتحذف حاجات معينة، وأنا قلت لك. وكمان بنتعرض إلى أنه مثلا الجمهور مش هل كان الجمهور هيقبل والقصر كبير يا ولدي وكلاب تحرسه؟ لا أنا لا أناقش هذا. بس من يدخل حجرتها، من يدنو من سور حديقتها مفقود، من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود. هذا احنا لله فأنت دمجت كل لا، ما أنا صححت وقلت أكيد اللي انتقد القصيدة ما أراش الديوان أصلا. كمان أستاذ نزار الجزء اللي حضرتك أضفته للقصيدة في الآخر، ونفس القصيدة أثارت تساؤلات عن معناها. يعني في ناس بياخدوا المعنى السطحي للكلام، وفي ناس بيقول لك والله دي الأستاذ نزار بيبحث فيها أو بيتكلم فيها عن حرية الإنسان، وإنه الإنسان بيجي الدنيا ويعطيها كل شيء ولا يأخذ منها شيء، حتى حريته لا يستطيع إن هو يأخذها في أي مكان أو في أي زمان.